السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بكم في قناتي ساعة لقلبك مع ربك. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن معالجة السرحان في الصلاة. معانا 10 خطوات لو اتبعناهم بإذن الله هنأدي الصلاة على أكمل وجه. أخي الكريم، أختي الكريمة، هل فكرت في يوم واحنا بنسمع الأذان بأن جبار السماوات والأرض بيدعونا للقائه في الصلاة؟ طيب نعمل ايه عشان نتبع ال10 خطوات دول ونلتزم بيهم؟ أولا نستحضر هيبة ربنا سبحانه وتعالى قبل ما نأدي الصلاة. تاني حاجة يجب ان احنا نعقد النية وان احنا نكون مصممين على التركيز في الصلاة لكي يتقبلها الله سبحانه وتعالى مع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. تالت حاجة أثناء الصلاة بنكون في حديث مع الله عز وجل، فيجب ان احنا ما نأديش الصلاة كمجرد مهمة. يعني عندما نقرأ سورة الفاتحة نستشعر اننا في حوار مع ربنا سبحانه وتعالى. رابع حاجة استحضار المعنى. نستحضر المعنى ازاي؟ ان احنا نشرك القلب والعقل مع اللسان في تدبر كل كلمة وحرف بنقولها ونحس بيها وبمعانيها. فقد قال الله سبحانه وتعالى والذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني الخشوع في الصلاة من أسباب عدم السرحان. خامس حاجة عدم النظر إلى السماء. بتلاقي بعض الناس عندما يصلي يرفع راسه للسماء كأنه متعالي على الله، بيظهر في وقوفه التكبر، وده سبب من أسباب السرحان في الصلاة. فقد قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. سادسا عدم الالتفات. الشيطان بيختلس من صلاة العبد، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، لأن الله سبحانه وتعالى بينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه، ربنا بيصرف وجهه عنا. سابع حاجة عدم التتاوب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم التساوب في الصلاة من الشيطان، فعند التتاوب المفروض ان احنا نقفل بقنا كويس او نحط ايدينا على بقنا. تامن حاجة عدم التشكك. لا يتشكك في أي شك قد يصيبه، يعني مثلا كصحة الوضوء، عدد ركعات الصلاة. لما يحصل لنا ده نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونكمل صلاتنا. تاسع حاجة عدم القراءة سرا، وأيضا عدم رفع الصوت عالي، يعني المفروض إن أنا أسمع نفسي وبس. عاشر حاجة إن أنا أتقن الصلاة، وده بيكون بالتأني في أدائها وإعطاء كل ركن حقه، والدعاء عند السجود بتركيز. أرجو أن أنا أكون فدتكم. شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.